الشخص اللي بنى روما زي ما عرفها التاريخ، والشخص اللي بعد أكتر من 2100 سنة من حياته لسه لحد دلوقتي معظم البشر يعرفوه، يوليوس قيصر. كل الناس تعرف يوليوس قيصر من بعد ما بقى القيصر، ومن بعد ما بقى سنه أكتر من 23 سنة، وكل التاريخ موضح اللي حصل ستيب باي ستيب، حياته كلها بالتفصيل. بس ما حدش يعرف قوي ايه اللي حصل قبل ما يبقى 23 سنة، لكنه نازل من السماء وهو عنده 23 سنة، وبدأ ان هو يترقى في المناصب بقى والحاجات. فايه اللي هيحصل بقى لما الكاتب بتاعنا سانتياغو بوستوجولو. فايه اللي هيحصل لما الكاتب بتاعنا سانتياغو بوستوجولو، لو اسمه كده يعني يا رب ما يكونش اسمه غلط، قرر ان هو يكتب عن الفتره ديت، الفتره اللي التاريخ ما ذكرهاش بانصاف كامل، والفتره اللي التاريخ ما ذكرهاش بالتفصيل الكافيه. ازاي قيصر اصلا وصل لما هو عليه وايه اللي حصل فيها، وهو بيجسد القصه ديت في محاكمه معينه قيصر عملها في حياته، وبيبدا ان هو يشرح لنا كل حاجه. فتعالى بقى نشوف مين قيصر. ايه الروايه بتتكلم عن محاكمه لحد من الشخصيات الفسده اللي موجودين في الحزب بتاع الاوبتيمست، او الحزب اللي هو اللي كان بيدير مجلس الشيوخ في الفتره ديت، واللي بيدير المحاكمه ديت، او اللي هو المحامي المترافع اللي بيرمي عليه الادعاء او بيلقي عليه الادعاء، هو يوليوس قيصر. وطبعا في خلال المحاكمه بقى انت كل شويه بتبدا ان انت ترجع فلاش باك لحياه قيصر من وهو صغير لحد ما كبر، وازاي اتاثر بعمه، عمه اللي هو المفروض اسمه جايوس مايوس، وتفاصيل تانية عن حياته. في بعض التفاصيل منها موجود فعلا في التاريخ، لو انت عرفت تسرش هتسرش وهتلاقيه بسهوله، وفي تفاصيل تانية انا ما عرفتش ان انا الاقيها، بس الكاتب حاطط مصادر وقايل ان هي معظمها من المصادر التاريخيه، او كلها كمان من المصادر التاريخيه موثوقه. وهو موضح في اخر الكتاب ايه الاجزاء اللي هو ممكن يكون يعني الفها بناء عن تاريخ، برضو مش الفها كده يعني، هو استعان بعلماء تاريخ وعلماء عارفين ودارسين الفتره دي. فتخيل الحاجات هتبقى ماشيه ازاي في الفتره دي، عشان في زي ما قلت لكم في الاول بعض التفاصيل اللي ما كانتش موجوده. ايه الفكره كلها بتتكلم عن المحاكمه ديت، وان يوليوس قيصر بيحاول ان هو ينصر المقدونيين على الظالم او الغاصب بتاع اللي كان حاكمهم اللي اسمه دولابيلا. والفكره كلها وقت روما زمان ان انت ما ينفعش تعمل محاكمه ضد حد روماني غير لما يكون المحامي او المترافع عليه روماني. يعني انت من مقدونيا، بلد احنا احتليناها، فانت ما ينفعش تيجي تقول انا عايز ارفع قضيه كده، لازم تشوف محامي يتجرأ ويرفع القضيه ديت. وطبعا كل المحامين ما كانوش راضيين لفكره ان اصلا مجلس الشيوخ ساعتها كانوا مسيطرين جدا على روما، لدرجه ان لو في اي محامي يترافع او حاجه ممكن يتقتل او ممكن يحصل اي مشاكل. وفي خلال الفتره ديت هتشوف قيصر اصلا ازاي وافق، وايه الضغوطات اللي حصلت عليه بعد ما وافق، وايه اللي حصل للشهود وللناس، وفي المحاكمه في المطلق ايه اللي حصل في التفاصيل ديت كلها. فهيجي لك تصور عن روما قبل يوليوس قيصر ما يحكمها كانت عامله ازاي. وفي نفس الوقت الروايه برضه بترجع فلاش باكس لحاجات كتير جدا، لبعض المعارك زي معركه اسمها اكوا كيسيتين او اكوا ايسيتين، حاجه زي كده. المعركه ديت كانت معركه خاضها عم يوليوس قيصر اللي هو غايوس ماريوس او جايوس ماريوس. المعركة ديت حقيقية موجودة، وأنا قرأت عنها شوية برضو قبل ما أقرأ الرواية، وفي الرواية كانوا برضو موضحين التفاصيل بتاعتها وموضح رسومات ليها وكده. فأنت بتاخد جزء من التاريخ في قصة رواية، وده شيء لذيذ. زي ما قلت لكم قبل كده في الفيديو اللي احنا عملناه عن الروايات التاريخية، ممكن تشوفوه من هنا أو من هنا، الموضوع بيبقى لذيذ. لكن الرواية ديت مختلفة شوية، فتعالى بقول لك إيه وجه الاختلاف بينها وبين الروايات التانية. الرواية للأسف فيها بعض الثغرات، يعني فيها بعض الأجزاء اللي احنا ممكن نسكبها كده، وتلاقي إن هو مرة واحدة حصل حاجة فحصل حاجة فبقى قيصر في مكان تاني خالص، والدنيا اتلخبطت وأنت مبقتش فاهم إيه اللي حصل. هي متلصمة أو متلحمة بطريقة ما، بس أنت بتاخد بالك. يعني أنت لو ركزت هتلاقي إن في ثغرة حصلت، هو بيحاول إن هو طبعا يداريها بس مش عارف. وده ملحوظ بس مفهوم سببه، لان زي ما قلت لك وزي ما هو كاتب في اخر الروايه، لما تيجي تقرا وتوصل لاخر الروايه الفتره ديت مش مكتوب عنها تاريخ كتير، ففي حاجات كتيره هو بدا ان هو يحاول يحاكيها ويتخيلها ويتخيل الاحداث وايه اللي هيحصل وايه اللي مش هيحصل وهكذا، علشان تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. يعني عشان يحاول يوضح قصه ويبني قصه متكامله، كان بيملى الثغرات ديت ببعض الافكار اللي ممكن تكون موجوده في دماغه وفي دماغ علماء التاريخ عن الفتره دي. هي مليانه ببعض الحاجات، بس برضو باين ان هي فيها بعض الثغرات. تاني حاجه، وديت حاجه انا مش مستوعبها بصراحه السبب بتاعها ليه، يعني الحوارات فيها مش قويه قوي. يعني مش فكره ان الحوار نفسه طريقه الكلام غريبه او حاجه، بس هو لما بيجي يسرد وفي نفس الوقت حوارات، هو بيعمل حاجه غريبه جدا. هو غالبا بيبقى ناسي ان هو قال لك فوق المعلومه فيرجع يقول لك عليها تاني تحت. يعني مثلا هديك مثال، جمع قيصر البرديات التي سوف يلقي منها محاضراته في المحكمة، أو يعني أطروحته أو أيا يكن، مش عارف بيسموها إيه في المحكمة، بس يعني اللي هو هيتكلم في المحكمة يعني.
فجمعهم وراح المحكمة، فبدأ يتكلم في المحكمة ومش عارف ايه. رجع يوليوس قيصر البيضيات التي كان قد أتى بها من منزله ومشى بها إلى المحكمة حتى يجلس في المحكمة ويستخدمها كشاهد في مش عارف ايه. طب ما انا عارف ان هو جابها، ما انت قلت لي. بعدها بشوية رجع يوليوس قيصر أوراقه مرة أخرى التي كان قد جاء بها. الموضوع بتحس ان هو نسي، او انت نسيت، او هو معتمد على ان احنا ذاكرتنا ذاكره السمك فاحنا نسينا، بس انا نسيتش. فيعني الموضوع بيبقى غريب يعني، فاهمني؟ فدي الحته انا مش عارف ان انا اسميها حوارات قوي، بس هي ممكن تكون سرد يعني، اكتر في السرد. في الاجزاء اللي بيبقى فيها حوارات او اللي هيبقى فيها بقى الكلام بين كذا شخص وكده، بتلاقيه في حاجات بيعيدها وبيزيدها بيعيدها وبيزيدها كتير شويه، فده ممكن يخليك تمل شويه يعني. وفي برضه جزء عايز اتكلم عليه، وهي في معظم الروايات التاريخيه زي ما انا ما قلت لكم قبل كده، ان الكاتب بيكون واخد وجهه نظر معينه وعايز يتكلم من ناحيتها. فالكاتب هنا واخد وجهه نظر ان يوليوس قيصر هو العظيم اللي في الروايه، وان الباقيين هم الفسده، او اللي هو بيحاربهم هم الفسده، مع ان انت ممكن تبقى شايف العكس. يعني في بعض في بعض الحتت اللي انا قرات فيها ان سولا، اللي هو سولا دوت، باين ان هو الشيطان الرجيم في الروايه يعني. بس لما جيت قرات في التاريخ لقيت ان سولا في بعض الحاجات عمل حاجات كويسه، فهو مش هيكلمك عن الحاجات الكويسه اللي عملها سولا، ولو جاب سيره حاجه منهم في وسط حاجات وحشه فهو هيكلمك عنها على اساس ان هي حاجه وحشه. تمام؟ فيعني هو مبين لك سولا ان هو الشيطان الرجيم، هو دولابيلا، ومبين لك ان قيصر دوت الملاك اللي نزل من السماء. طبعا ده مش صح وده مش صح، بس هل هو بيشرح التاريخ بمنطقيه؟ بيشرح التاريخ بمنطقيه، هي بس تختلف في وجهه النظر. يعني ايه؟ يعني دلوقتي سولا لما رجع لروما بطريقه ما، هو كان بره روما، وبعد كده لما رجع عمل بعض الاصلاحات في الدوله، فالاصلاحات ديت حصلت. تمام؟ في ناس شايفه ان الاصلاحات دي كانت سبب اكتر للفساد، وكانت سبب اكتر ان مجلس الشيوخ يبقى مستحوذ اكتر، وفي ناس تانية شايفه ان الاصلاحات ديت كانت اصلاحات فاسده. وفي سوري، لا دول فاسده، يبقى الناحيه التانية ناس تانية شايفه ان الاصلاحات ديت كانت اصلاحات كويسه فادت الدوله. فهو هياخد انهي وجهه نظر؟ هياخد وجهه نظر ان هي كانت اصلاحات فاسده، لان هو ايه؟ مؤيد لقيصر الناحيه التانية. فبرضه خلي بالك من الحته ديت، لان انت ما ينفعش تاخد وجهه نظره كامله. انت برضه لو عايز تقرا انت شويه، عايز تشوف ايه اللي حصل، عايز تشوف هو عمل ايه، يعني الموضوع يرجع لك. بس هي روايه كبيره بصراحه، روايه حوالي 900 صفحه يعني، انا قعدت فيها شهر. فلو عرفت ان انت تقراها وبقى في نفس الوقت تقرا في التاريخ، عاش عليك قوي وهتستفاد يعني طبعا يعني. في المطلق انا في اخر الروايه حسيت ان في بعض من الاجزاء اللي هو بدا يالفها بقى، وكنت هدي الروايه 3 من 5، لان فكره ان هو انت في الاخر اصلا ختمت الروايه خاتمه متخيله كده. بس بعد ما ختم الروايه الخاتمه المتخيله ديت، وانتوا تفهموا هي متخيله ليه، او هتحسوا ان هي متخيله، راح متكلم بقى عن الموضوع. يعني هو لحق نفسه في اخر 5 6 صفحات كده اتكلم معانا بقى بشكل واضح، اللي هو في بعض الحاجات اللي انا تخيلتها بناء على الاحداث والسياقات اللي مكتوبه، لان الموضوع دوت ما كانش واضح ومش عارف ايه. فده خلاني 4 من 5 فور ذا هول اكسبيرينس. فكره ان هي روايه طويله، وان هو بيتكلم عن تاريخ ما كانش معروف قبل كده، وان هو عرفني شويه حاجات انا ما كنتش اعرفها، فانا بصراحه قدرت المجهود ده واديت الروايه 4 من 5. وبرده هو كاتب ان هو هيكمل بقى قصه حياه قيصر، لان زي ما قلت لكم هو حكى قصه حياه قيصر لحد ما وصل 23 سنه، اللي هو اخر المحاكمه ديت. فلسه بقى حياه قيصر بعد 23 سنه، اللي هو اللي المفروض ان الناس عارفاه اصلا يعني. فهو كاتب في الروايه ان هو هيجمع التواريخ تاني والمصادر علشان يعمل روايه جديده عن الفتره المتبقيه. وانا اتوقع ان الفتره الثانيه ديت او الروايه الثانيه هتكون احسن من الروايه الاولانيه، لان هيبقى فيها مصادر تكفي ان هو يعمل روايه محبوكه كامله ومظبوطه يعني. فانا بصراحه مستني الروايه ديت. انا دخلت بصيت عليها اشوفها موجوده ولا لا، بس هي لسه ما اتعملتش. فانا هستنى الروايه ديت للكاتب، ولما الكاتب ينزل الروايه ديت هحتاج اقراها يعني، ان انا عجبتني الفتره ديت، وعجبني ان انا افهم روما كانت ايه قبلها وبقت ايه بعده، ومين اصلا دوت. لان انا كنت اصلا فاكر ان هو يوليوس قيصر دوت هو نفسه اللي هو اغسطس قيصر، بس طلع ان اغسطس قيصر دوت ابن بنته. فيعني في تفاصيل بتفهمها وبتعرفها، وبتبدا تعرف شويه عن التاريخ، وبتبدا تثقف نفسك في الموضوع. ودي فايده الروايات التاريخيه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي انا قلت لكم عليه، لو هتشوفوه من هنا او من هنا. فهي في المطلق الروايه لذيذه يعني، وممله شويه لو انت عايز حاجه اللي هو بقى تحمس ومش عارف ايه وقصه وحبكه ولا يحصل في الاخر. بس لذيذ كتاريخ. انت بتاخد حفنه من التاريخ الثقيل الدسم بطريقه لذيذه، لازم ان انت تقرا كتاب تاريخ. وبس دي كانت الروايه، وزي ما قلت لكم تقييمي ليها 4 من 5. ويعني لو بتحب الروايات التاريخيه انصحك ان انت تجربها، لو مش هتمل. لو بدات في الاول وحسيت ان هي ممله ما تكملهاش، لانها كلها على نفس البيز يعني. انا في الاول حسيت ان هي ممله شويه في الاول، وقلت ايه مش مشكله ممكن تظبط في النص، وانا كده كده عايز اخلصها عشان اعرف التاريخ. بس هي ما ظبطتش في النص يعني، هي ممله على طول الطريق. فلو حسيت في الاول ان هي ممله خلاص مش قادر، ما تكملهاش.
احسن، علشان طويله، هتاخد منك وقت، هتاخد منك مجهود، هتستنزفك وممله شويه. بس يلا اشوفكم الفيديو جاي، وطبعا ما تنسوش بقى اللايك والشير والحاجات الجميله ديت يعني، واشتركوا في القناه واكتبوا كومنتات، مش عارف تقولوا فيها ايه بس اكتبوا كومنتات. يلا